انا سميتي هاجر، واليوم جيت نعاود لكم القصه ديالي ونقول لكم اي وحده عرفات بلي راجلها فيه شي ديفو، يا اما تميك ودير بحال ما عرفات حتى شي حاجه وما تقلبش من موراه، يا اما من النهار الاول يموت المش ما تقبليش ليه بتاتا. اما الا عرفك عرفتيه راه غيبقى يدير داك الشي بالعلالي وقدامك. انا هاد الشي اللي وقع ليا، انا كنت كنقرا ودايها في قرايتي. ما غاديش نقول لكم كنت قرايه وباغا نقرا وباغا نوصل، انا غير كنت كندي وكنجيب في الطريق، ولكن دايها في سوق راسي. وكان واحد الدري كيتبعني وتينق عليا وتيدور بيا حتى طيحني في الشبكه، وليت انا كيعجبني الحال. ونهار اللي ما كنلقاهش كيتسناني كنقول ناري فين كاين هذا، واش وقعت ليه شي حاجه؟ حيت ولفتو بقيت هكا حتى وليت كنهضر معاه وكيقول لي راه كنبغيك، وحتى انا كنقول ليه تنبغيك. داك الحب ديال الزمر وديال المراهقه. تعرفت عليه وقال لي جلسي في الدار وما تبقايش تقراي، وتا انا سمعت ليه قلت ما فيها باس نسمع هضره زماني، حيت كيبغيني وكيغير عليا. وانا كي الحمارة حاشاكم ودني طوال، نستاهل تجمعوا كلكم وتدفلوا عليا. ملي جلست في الدار بقيت كنتسناه، اليوم غدا دابا يجي دابا يجي اليوم دابا يجي غدا، حتى داز العام وانا وياه كنهضروا في التليفون وكنطلع عليه غير نسترجم، حيت كيقول لي ما تخرجيش. ولكن نهار كيبغي يشوفني كيقول لي والو ضروري ديري شي سبه وتخرجي. وانا كنت كندير السبه بالحمام، كنقول لهم غدا للحمام وكنمشي نتلاقى معاه، حيت عندي امي صعيبه واخوتي واعرين. اما با مات الله يرحمه، امي كانت من دوك العيالات الواعرات، ملي تقول لك ممنوع راه هي ممنوع. وخوتي الكبار ما كيخليونيش نخرج، من نهار خرجت من المدرسه الا ما مشيتش للحمام ولا للصالون ولا للسويقه مع امي ممنوع نخرج بوحدي. بقيت بحال هكا حتى النهار اللي مرضات امو، وكان خاص اللي قبلها وقال لي راه غنجي نخطبك. وانا فرحت وما قداتني فرحه حيت غادي نتزوج بحب قلبي. ايوا جا خطبني وتزوجنا ودرنا واحد الحفيله على قد الحال، حيت قال لي كان مزير بدوك الدوايات اللي كان كيشري لمو والسبيطارات اللي كيخلص عليها. ايوا قلت معليش، كان غير هو وخوه اللي كاينين عند امه، وهاد خوه كان على برا وهو اللي كيصرف عليهم، وكانت عندهم دار اللي خليها ليهم الوالد ديالو. تزوجت ومشيت لعندهم وانا فرحانه. امي في الاول ما كانش عاجبها الحال حيت غنمشي نسكن مع عجوزتي، وكانت كتقول لي راه السكنه مع العجوزه ماشي سهله، راه تيكونوا المشاكل وكيكون الصداع. قلت ليها انا بغيتها، مع انا امي كانت قاصحه معايا. قلت عجوزتي ما غاديش دير لي اكثر من داكشي اللي دايره ليا امي. فعلا مشيت وعشت مع العجوزه اللي واخا كانت مريضه وشاده الفراش، ولكن لسانها كان سليط، لسانها مبري منها، وانا كنت صابره على ود راجلي. ومع العام الاول اختكم بدات كتبلز، ولدت الولده الاولى، ومن موراها بعام ونص عاوتاني حملت وولدت الولده الثانيه. بقيت هكا حتى لقيت راسي عندي 3 ديال الولاد. فين غادا بهاد الولاد ما عرفت، بحال كانت سابق مع شي حد. بلز 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 بلز. طاحت العجوزه في الفراش، ما بقاتش كتنوض، ووليت انا اللي كنهزها وانا اللي كندير ليها كل شيء. كنبدل ليها، ندير ليها ليكوش، نوكلها، اي حاجه تطيح لكم على بالكم انا اللي كنديرها لها. حتى النهار اللي غنتفاجئ ان امي توفات واخوتي فرقوا داكشي ديال الورث اللي كان عندنا، كل واحد هز حقه ودار به داكشي اللي بغا. ها اللي شرا بارطما، ها اللي شرا موطور، ها اللي شرا طوموبيل، وانا عطاوني حقي. شديت فلوسي وقلت ندير بيهم شي حاجه. انا الدار، انا ساكنه في هاد الدار، ما عندي علاش غنشري الدار. ايوا قلت ندير بيهم شي دهياب ولا ندير شي حاجه، ولكن اتجا مولاي السلطان قرة عيني، دار بيا مزيان وكلا ليا دماغي، وقال لي غنديروا شي مشروع اللي نحسنوا به الوضعيه ديالنا. قال لي غتعاونيني بدوك الفلوس ديالك حتى من بعد ونردهم ليك. وحيت انا كي الهبيله تيقتو، واللي قالها ليا كنقول ليه واخا عليها. قال لي غنشريو طونوبيل، قلت ليه واخا، واش غنديروا بهاد الطونوبيل؟ قال لي حكا الطونوبيل غنخدم بها وغنهز بها البلايص وغندير وغنفعل وغنخطف وغنمشي للمطار وغنتعرف على الكليان وغنبقى نهز النصارى وغنهز القور وغندير وغنفعل. المهم بقى كيزين ليا في داكشي اللي كيقول ليا. قلت ليه واخا، وعطيته ديك الحصيصه اللي جاتني في الورث ديالي. وفعلا مشى شرا بها طونوبيل، والطونوبيل اللي شرا بها راه ما تصلحش للخدمه ولا للسلعه، كانت طونوبيل ديال الشيكي.
طونوبيل من دوك الطونوبيلات اللي عاطين العين. ما علينا، فرحنا بديك الطونوبيل. وديك اليامات الاولى كان كيهزني وكيساريني بها انا وولادي. بقينا هكا غير شي يامات، ومن بعدها عمرني ما عاودت حطيت فيها رجلي. كيهزها وكيخرج يتسركل بيها. وكان تمو كاريه واحد الكراج. داك الكراج هو باش كنا عايشين، وهو مره يخدم ومره ما يخدمش، وخوه كيصيفط واحد البركه لمو، خصوصا على قبل الدواء ديالها والسبيطارات ديالها. وانا اللي كنت مقابلاها، انا اللي كنهز وانا اللي كنحط، حتى وليت مقطره ليها من العينين وبدات كترضى عليا. كتقول لي الله يخليك ليا ابنتي، ربي عطاني بنت اللي ما ولدتش من كرشي. حيت فعلا انا اللي كنت دايره لها كل شيء، كنت كنعاملها بحال امها، انا اللي كنهز ليها خنزها وانا اللي هزاها في كل شيء. بقيت بحال هكا حتى لواحد النهار اللي نسى فيه راجلي التليفون ديالو. مشيت كنبقشش وكنقلب فيه وانا نلقى فيه الوعاوع. لقيته كل مره كيهضر مع بنت في شكل. ملي جا نوضتها انا وياه، نوضنا الريقاطه ونوضنا الصداع وقربلناها ديال بصح. وملي سمعاتنا عكوزتي دعات فيه، قالت ليه الله ياخذ فيك الحق كيما كتغير هاد البنت، وهاد البنت راه هزاني، واش بغيتي تطججها؟ وانا راه واخا حصلتو راه ما عندي فين نطج، ما عندي فين نمشي، دارنا تباعت وخوتي كل واحد خدا حقه. وملي كنهضر مع شي واحد من خوتي تيقول لي انا دبري راسك، مشاكلك حليهم بوحدك، كل واحد عنده مشاكله اللي كافيينه. والكبير كاع قال لي انا ما عندي فين تجي عندي، انا الدار يالله كتكفيني انا ووليداتي، دايرين فيها كي السردين، المهم ما عندي فين نمشي. ايوا انا الراجل طلب مني السماحه وقال لي اخر مره وما غاديش نعاود. وانا كي الحماره تيقتو كي الهبيله. مشات الوقت وجات الوقت، حتى لواحد النهار اللي عاوتاني دخل للدوش. قلت انا ارى نقلب ليه التليفون، ما ربما هاد السيد يكون داير شي حاجه، ولا على الله يكون تاب، المهم يا ربحه يا دبحه. ولكن هاد المره لقيت كتار من المره اللي فات. هاد المره لقيت فيديوهات وتصاور مع بنات في شكل، كل مره وحده في شكل، ودابزنا وعاوتاني نوضناها. قلت ليه انت راك مريض وغتجيب ليا شي مرضى ود الحرام، يا هادي يا الفاعل يا التارك، وصبنته وما خليت فيه غير اللي نسيت. وفي هذيك الوقيته فاش انا وياه تخاصمنا، امو غادي تموت، حزننا وقفنا داك الصداع اللي كان بيناتنا، وتا هو حزن وجا خوه اللي كان على براه هو ومرته. دوزنا الجنازه وكل واحد عاوتاني مشى بحالته وداها في شغله. وبقيت انا عاوتاني معها تسقع الايام، غير برد خاطره من جهه امه، خرج عاوتاني كيتزلل وكيقلب على البنات. واحد النهار دابزنا انا وياه، قلت ليه انا وياك غنقطعوا العلاقه، انت غتمشي تجيب ليا شي مرض الله يستر، انت راك غتمرضني. قال لي الا ما عجبكش الحال لا هزي ولادك وخرجي عليا. انا امي اللي كانت شداني في هاد الدار وراها مات دابا، انا الدار غادي نبيعها وغنهز فلوسها وغنطج وما تعرفيني فين مشيت. قلت ليه ويلا سميتك راجل اجي وخرجني منها. قال لي غتخرجي بز منك. مشى وخرجوا، خلاني ما خلى ليا مصروف، ما خلى ليا ماكله، ما خلى ليا حتى شي حاجه في الدار. الحاجه الوحيده اللي خلى هي الطوموبيل، خلاها في الكراج. داك الكراج اللي قلت لكم كانوا كاريينو ما بقاوش كاريينو، حط فيه الطوموبيل وخرج وغبر من تما ما عاودش شفتو. وانا تقدى ليا الطحين، تقدات ليا الزيت، تقدى ليا كل شيء، وولادي كيبكيو دارهم الجوع. والحانوت ملي كنمشي عنده تيقول لي ما نقدرش نعطيك بالكريدي، راجلك ما كيخلصش. ايوا بقيت في الدار بالجوع، وخوتي اللي هضرت معاه تيقول لي اش غنقول ليك، واش انا غنهز ولاد الناس، واش حنا اللي غنصرفوا عليهم، سيري قلبي على باهم. وهو ملي كنصوني عليه وكيجاوبني كيقول لي واش مازال ما قتلكش الجوع، وسيري في حالك. قال لي سيري هزي ولادك وسيري خرجي عليا خوي ليا داري. قلت ليه هي اللي ما غاديش تكون ليك. جلست اخوتي كنفكر حتى عييت، اش غندير اش ما غندير. مشيت عند واحد الميكانيسيان كنعرفو مزيان، معرفه قديمه، ويا ربي تسمح ليا كذبت عليه. قلت ليه شوف راه راجلي مسافر ودار كسيده في واحد الدوله وما صلحش ليه يجي، وراه محتاج الفلوس، صنع عليا وقال لي بيعي ليا الطوموبيل، شوفي كي ديري ليها وبيعيها. ايوا ملي جا داك الميكانيسيان شافها قال لي ما نقدرش، ما كايناش لا كارت غريز وما كاينيش الورق ديالها، ما نقدرش نشريها عندك، ومن فوق هذا الشيء كامل ما كاينش مول الطوموبيل، ما عندي كي ندير ليك. شفت حتى عييت وانا نقول ليه واش تقدر تاخدها بياس ديطاشي. قال لي البياس نقدر ناخدهم، ولكن غتعطيني الضمانه
غتعطيني الدليل انك انتي اللي قلتيها لي، غنتكتبوا انا وياك. قلت لها سيدي مرحبا، ندير معاك اللي بغيتي، انا ما كانش عندي مشكل حيت كان قاتلني الجوع انا ووليداتي، والولاد باغيين ليكوش، باغيين الحليب، باغيين ياكلوا، باغيين يمشيو يشريو السقاطه، باغيين خصهم المدرسه. منين غنجيب لهم انا هادشي كامل، ومنين غنجيب لهم ما ياكلوا؟ وحلفت حلفه وحده يا والدي هاد الطوموبيل والله لا بقات ليه. فعلا جا داك السيد وفكها كلها بياس ديطاشي، اي حاجه يقدر ياخدها خداها، اي حاجه ممكن يعاود فيها البيع داها، وعطاني فيها الفلوس. مشيت ديك الساعه تقديت، جبت داكشي اللي خاصني، عمرت ثلاجتي ودرت السكور، ومشيت عند مول الحانوت حطيت عنده واحد المبلغ مهم، حيت خفت لا راجلي يرجع ويلقى عندي الفلوس في الدار ويهزهم لي. قلت ليه هاد الفلوس حطهم عندك، ووقت ما جيت ناخد شي حاجه قطع منهم، وراه الله بيناتنا. وداك مول الحانوت الصراحه كان متقي الله، وكان عنده نيشان شرح من اللحم يخناس، تيقول لك الحاجه في وجهك ودبر راسك تقلقي ولا يعجبك الحال شغلك هذاك. بقيت بحال هكا انا ووليداتي واكلين شاربين، ما خاصنا حتى شي خير. ملي كيجي العيد كنشري لهم حويجاتهم وندير لهم العيد ديالهم، حيت راه ما خلانيش شهر ولا شهرين، راه 6 شهور وهو غابر وكيتسناني نخوي ليه الدار. وغير كتخصني شي حاجه كنمشي نهز شي حاجه اللي ثقيله في الدار وكنديها نبيعها. ونهار وصل العيد الكبير راني بعت التلفازه بلازما كبيره قدها قداش بها باش جبت الحولي وعيطت لوليداتي. بقيت بحال هكا حتى النهار اللي قال ليه راسو يرجع. ايوا ملي جا لقاني مازال في الدار، ولقى الدار باقا كيما هي، ما خاص فيها حتى شي خير، ريحه سانيكروا كتعطعط مع الباب، ولادي لابسين نقيين. ملي شافوا باهم مشاو كيجريو عنده، كانوا ساكن فرحانين بيه، كان كينصحاب ليهم واش هو اللي كان هزهم وكيصرف عليهم هاد المده كامله. ملي دخل قال لي واش نتي ما كتحشميش؟ قلت ليه علاش غادي نحشم؟ انت اللي مخليني بالجوع ومخلي وليداتي بالجوع، انت اللي خصك تحشم ماشي انا. قلت ليه شوف راه غنمشي نحط عليك شي دعوه عند البوليس بانك مخليني بالجوع، راه درت الشهود. قال لي الا لا جري طوالك. قلت ليه واخا سيدي، ايوا حتى انت جري طوالك. هو في الاول ما فهمش هاد جري طوالك اللي قلت ليه علاش. المهم دخل لبيت النعاس، لقى الكوافوز الكبير ما كاينش، وكيلقى صبابطو دوك الصبابط اللي كان كيصيفط ليه خوه من على برا دوك الغاليين ما كاينينش، حيت بعتهم كلهم. قال لي فين صبابطي؟ قلت ليه بعتهم على ولادك اش بغيتيهم ياكلوا. وبدا كيعاير وكيغوت، ولكن ما قدرش يحط عليا يديه، حيت اصلا هو عمرو ما حط عليا يديه وعارفني انا من دوك العيالات اللي ما سهلاتش. واحد النهار سخن عليه راسو وبغى يديرها، ولا اني كليت ليه وجهه كامل، قمشتو ما خليت فيه حتى شي بلاصه ما مقموشاش. داك النهار ما قدرش يحط عليا يديه، بدا غير كيغوت وهبط للدار السفليه اللي كان فيها الكراج. ايوا غير دخل الكراج لقى الطوموبيل كلها مفكه، بدا كيغوت وجعر. شكون اللي قاس لي طوموبيلتي؟ شكون اللي فكها ليا بحال هكا؟ قلت ليه شوف السي، انا اللي درت هادشي، راك 6 شهور وانت غابر علينا وما خليتي لينا ما ناكلو، الطوموبيل تباعت بياس، وسير دعيني لا قديتي دعيني. قال لي غندخلك للحبس. قلت له الا قديتي ديرها، راه قلت لك سير انت جري طوالك، واصلا ديك الطوموبيل راك شاريها بالفلوس ديال الورث ديالي، راه ديالي ديك الطوموبيل، غير انا اللي حماره نهار كنتي باغي تشريها خليتك تكتبها بسميتك. بدا كيغوت التاعيه وخرجوا ما رجعش لذاك النهار للدار. ما عرفتش شكون سول، وقال لي ودي راه ما كايناش سرقه ما بين المراه والراجل، وزيدون راك خليتيها بالجوع، او راه حطت عليك الشهود بانك خليها 6 شهور وكثر كاع من 6 شهور، وراه غتغلبك الا وصلتوا للمحاكم. السيد لبدها وخبر النهار الاول والنهار الثاني حتى الثالث، عاد ها هو دا راجع ولا كيطلب غير السلاكه، ولا كيقول لي وماشي مشكل اعطيني غير دوك الفلوس اللي شاطوا ليك. قلت ليه ما شاط ليا والو، دوك الفلوس كلهم طرقتهم، الا بغيتي الطحين والزيت راه ستوك في الدار السفليه، معاك ندير ستوك حاطه فيه الطحين وزيت العود واتاي السكر، الباكيات ديال ليكوش، الباكيات ديال الحليب، كاع داكشي اللي غادي يخص ولادي. ملي ما عطيتوش الفلوس بدا كيجي وكينوض معايا الصداع، ولكن ما كيدي مني لا حق ولا باطل، كيمشي كيغبر نهار ولا يومين وكيرجع كيلقاني حاطه الطبله مقاده الطاجين بالشلايض، المهم كلشي متول. وانا راه ربي اللي عالم بيا، راه ملي كتخصني شي حاجه كنوض كنبيع شي حاجه في الدار. بقى بحال هكا واحد المده حتى هداه الله، وكنهضر مع خوه اللي كاين على برا، حيت انا خوه هضرت معاه وعاودت ليه اش كاين، وهو هضر معاه. قال ليه شوف داك الكراج اللي عندنا في الدار
غنعمرو ليك وندير ليك فيه السلعه اللي بغيتي، وجلس قابل داك المحل وقابل ولادك. راه حشومه عليك، راه ديك السيده ما شفنا منها غير الخير، وولادك غادي يتشردوا. وما تنساش خير مراتك، راه هي اللي كانت هازه منا، راه ذنوبها غادي يخرجوا فيك. جلس قابل مراتك، راه ما غتلقاش بحالها. كون كانت شي وحده كون خلات لك الولاد وزادت في حالها. ايوا هداه الله. وانا هادشي عرفتو حيت واحد النهار هزيت ليه التليفون وسمعت الاوديوات ديال خوه، وفعلا دار ليه خوه بيعه وشريه في داك الكراج، وجلس بقى مقابلنا ومقابل داك الكراج. ولكن الدوران مع البنات والهضره معاهم ما تحيدش منه. غير هو انا ما بقيتش مسوقه، حتى انا قطعت عليه الماء والضو. قلت ليه الخلا وجلا، يا ربي غير يكبر وليداتي ويلقاو ما ياكلوا، وهذه هي قصتي. وجيت نقول لكم اللي ما قداش على المشاكل ما تجبدهمش على راسها. ما تقلبيش اختي في داك التليفون، انا كنت عايشه بخير وعلى خير حتى جبدت على راسي المشاكل. انا اللي درتها بيدي وقلبت ليه التليفون ديالو، وانا ما عندي فين نمشي، ما عندي لا صنعه لا دبلوم لا قرايه. وانا عارفه راسي تكلخت وتحيمرت نهار اللي خرجت من قرايتي. داكشي علاش البنات شدوا في قرايتكم، اللي عندها شي مدرسه تمشي ليها وتقرا، واللي ما عندهاش دير شي صنعه قبل ما تتزوج. راه ما كتعرفوش الوقت اش كتجيب، ما كتعرفيش راسك واش غتلاقاي مع ولد الحرام وسكع الايام، او لا غتلاقاي مع ولد الناس. بعدا حتى الا تلات بك الوقت تلقاي تهزي راسك وتهزي ولادك الا كانوا عندك شي ولاد، حيت راه لا الوالدين كيدوموا ولا الخوت كيدوموا ولا العائله كتدوم، اما يدوم لك غا دراعك.